كان في شاب اسمه أنس عايش حياة عادية جدا زي أغلب الناس، بس دايما حاسس إن في حاجة ناقصة، حاجة مش واضحة بس موجودة من وهو صغير، وهو عنده إحساس غريب، إحساس إن في حاجة أكبر من اللي بيشوفه بعينه، وكأن في طبقة تانية من ورا الحقيقة مستخبية ورا الواقع اليومي اللي الناس ماشية فيه. الفضول ده خلاه يدور ويقرأ ويسمع ويتفرج على كل حاجة غريبة، حاجة ليها علاقة بالطاقة والوعي والحاجات اللي الناس بتعتبرها خرافات أصلا. وفي وسط كل دوت بحث عن حاجة سمع لأول مرة عنها، وهي العين التالتة. العين التالتة هنا مش عين بتتفتح في الجبهة في النص زي ما الأفلام بتصور، لكن وعي داخلي، بصيرة، قدرة على إدراك ما لا يدرك بالحواس الخمسة. أنس اتشد للمفهوم دوت وحس إنه لقى الطريق اللي كان بيدور عليه. بدأ يتعمق في التأمل وبطل يسمع مزيكا، وقال خروجاته بقى يقعد بالساعات في صمت تام يحاول يسمع صوته الداخلي. وكل يوم كان بيعدي كان بيحس إن في حاجة جواه بتتغير بهدوء. الأول كانت مجرد مشاعر، إحساس غريب لما يدخل أوضة لوحده مثلا يقعد فيها ضلمة ويعمل زي طقوس كده خفيفة، ولما يبص في وش حد يحس إنه شايف حاجة أعمق من الكلام. بعدين بدأت الأحلام تبقى أغرب، مش مجرد صور لكن مواقف كاملة بتفاصيل. وأوقات بيصحى مش عارف إذا كان فعلا نام ولا عاش تجربة كاملة في عالم تاني. المخيف بقى إن الأحلام بدأت تتحقق، مش حرفيا بس المعاني. حلم بحد بيقع وبعدها بيوم يسمع عن صاحبه اللي اتعرض لحادث، حلم بشيء بيقرب منه ببطء، وساعات كان بيحس نفس الإحساس دوت بس في الحقيقة من غير أي سبب. أنس بدأ يفهم إن كل اللي بيحصل له دوت مش حاجة طبيعية، وإنه فعلا بدأ يلمس البصيرة، بس البصيرة ديت مش كلها نور، لأن كل ما وعيك بيزيد كل ما بتشوف أكتر، واللي بتشوفه مش دايما بيكون مريح. بدأ يحس بحاجات مش ملموسة وطاقات تقيلة في أماكن معينة، وصوت داخلي ساعات بيتكلم بلغة مش مفهومة، ودايما بيصحى من نومه بجملة واحدة بتتكرر، وهي أنت فتحت الباب ومفيش رجوع. أنس ما اتكلمش مع حد، وكان حاسس إن أي كلمة ممكن تطلع منه ممكن تخليه يبان مجنون، بس جواه كان بيغلي. وفي مرة وهو في جلسة تأمل عميقة حس كأن الزمن وقف، وكأن عقله طلع من جسمه وشاف نفسه من فوق. شاف حواليه دايرة نور وفي النص نقطة سودة وبتناديه، ولما ركز فيها سمع صوت مش بالصوت العادي، إحساس بيوصله بيقوله أنت شايف؟ طب لو شايف كمل. ومن اليوم دوت كل حاجة اتغيرت، مبقاش يقدر يتجاهل اللي حاسس بيه. الأماكن بقت تتكلم، البشر بقت طاقتهم واضحة، الأحداث بقت تتكرر معاه يوميا، الرموز بقت تلاحقه في كل تفصيلة. بس كل ما إدراكه بيزيد جواه في حاجة كانت بتتاكل، كأن بيفهم أكتر من اللازم، وكأن وعيه مش قادر يتحمل الحقيقة. وفي يوم قابل شخص كبير في السن وهادي، وباين عليه إنه عارف أكتر من اللي بيقوله. الشخص ده قال له أنت فاكر إنك بتشوف العالم زي ما هو؟ لا يا أنس، أنت بس دلوقتي بدأت تشوف زي ما هو فعلا. بس السؤال المهم، هل أنت أصلا مستعد تعيش بالوعي دوت؟ لأن العين التالتة لما تتفتح مش بتتقفل تاني، ودي أصلا مش نعمة، دايما أوقات بتكون بلاء. أنا سكت وفهم وحس إن الإجابة مش في الكلام لكن في السكون. ساب الشخص دوت ومشي، بس طول الطريق كان سامع جواه نفس الصدى ونفس الجملة، انت فتحت الباب ومفيش رجوع. ومن يومها أنس بقى عايش بنصين، نص بيشوف زي الناس العادية ونص بيشوف أكتر منهم بكتير. وكل ما يغمض عينيه بيرجع للمكان دوت، مكان ملوش اسم بس هو عارفه كويس، لأن دي كانت البداية. أنس بقى عايش حياته بنوع من العزلة الهادية، مش انعزال عن الناس لكن عن الضوضاء اللي جواهم. بقى يشوف الكلام قبل ما يتقال، ويحس بالنوايا قبل ما تتحول لأفعال. وفي الشغل وسط أصحابه بقى في الشارع كان دايما حاسس إنه شايف طبقة تانية من كل حاجة. كل ابتسامة بقت وراها معنى، وكل سكوت بقى وراه صوت خفي، وكل لحظة سكون كانت بالنسبة له زي نداء خفي من حاجة مش مفهومة ولا أصلا مدركة للعقل البشري. وفي مرة كان ماشي لوحده على الكورنيش، والجو كان مغيم والبحر هادي بشكل غريب. حس فجأة بحاجة زي نبضة جت في قلبه، مش نبضة عادية ولا نبضة خوف، لكن وعي. وعي بشيء ضخم حواليه مش محسوس،
لكنه حاضر ووقف وبص على المية وشاف وشه منعكس فيها، بس كان في اختلاف بسيط في عينيه، انعكاس زي ضوء خافت كأنه جاي من جواه مش من الشمس نفسها. رمش بسرعة ووشه رجع طبيعي، بس قلبه مرجعش طبيعي. رجع بيته وساب النور مطفي وقعد على الأرض، نفس المكان اللي بيقعد يتأمل فيه دايما، وغمض عينه وساب عقله يسرح. بس المرة دي ما كانش مجرد تأمل، دي كانت رحلة. لقى نفسه واقف في مكان كله سكون، لا هو حلم ولا هو يقظة. هناك شاف باب كبير، باب مش مؤذي لكنه مفهوم. سمع الصوت اللي سمعه قبل كده، اللي هو بيقول له كل اللي شايفه حوالينك مجرد ستار، انت اخترت تشيله، بس لو شلته مش هتعرف تركبه تاني. أنس حس إن اللحظة ديت هي نقطة للعودة، لحظة الاختيار يكمل ولا يرجع. بس هو عارف إنه فات أوان الرجوع من وعيه وناحية الباب. لما دخل اختفى ولقى نفسه جوه دايرة كبيرة فيها كيانات مش بتشوفها لكن بيحس بيها. سمع جمل متقطعة بلغات ما يعرفهاش وأول مرة يسمعها لكن بيفهمها. معلومات ضخمة بتدخل جواه مش بس الكلام، ده كمان بتدخل جواه إحساس. شاف مشاهد من حياته على الماضي، عن حاجات عمره ما كان يفكر فيها ولا كان فاكرها أصلا، كأن الزمن كله مفتوح قدامه. وفجأة وفي لحظة سكون كل حاجة اختفت، وفتح عينه لقى نفسه في أوضته وكل حاجة في مكانها، والنور مطفي والهوا كان ساكت خالص والموبايل ساكت، بس جواه في صوت واضح: دلوقتي شوف انت هتعمل ايه. من اليوم دوت انس ما كانش نفس الشخص، بقى اهدى، عينه فيها عمق مش طبيعي، كلامه قليل لكنه بيوصل للعمق من اول جملة. الناس ابتدت تلاحظه بس مش بيفهموه، في حاجة في حضوره بتقلق وبتجذب في نفس الوقت. وبعد فترة انس اختفى خالص ومحدش عرف هو راح فين، وتليفونه مقفول وشقته كمان مقفولة. حتى اهله ما عندهمش تفسير، بس في ناس قريبة منه بتحكي حكايات، ناس شافته في أحلامهم واقف على جبل، أو قاعد في معبد قديم، أو ماشي وسط الناس مش باين ملامحهم لكن باين عليهم إنهم عارفين. وكل اللي اتعامل معاه لسه فاكرين الجملة اللي كان بيقولها تحديدا كتير في آخر أيامه، وهي: العين التالتة مش بتخليك تشوف أكتر، بتخليك تشوف الحقيقة من غير فلتر. وساعتها اللي هتشوفه جواك يا ينقذك يا يدمرك. وانت يا صديقي، تفتكر لو جاتلك الفرصة اللي انت تفتح العين التالتة هتفتحها وهتغامر، ولا هتقلق لا يحصل لك زي أنس وبس كده؟ سلام.